في عالم الفن دايما في قصة وراء كل فيلم بيتعمل، دايما كل عمل عظيم بيتعمل وراه قصة، وراه قصة في الصناعة بتاعته، وراه قصة في الحوادث بتاعته، وراه حاجات ورا الكواليس الناس كتير ما تعرفهاش، سمعتش عنها. دايما القصص اللي ورا الكواليس بتبقى سسبنس شوية. فالنهارده احنا جايين نتكلم عن القصص اللي ورا بعض الافلام وقصص الصناعة والكواليس وكده اللي دايما موجودة في الاعمال العظيمة، سواء كانت عظيمة من الناحية البصرية، الناحية القصصية، الناحية الفكرية، الرسالة بتاعتها. لكن دايما في جانب عظمه في الفيلم ده اللي كده ما كانش هيبقى فيلم حلو، ومش شرط برضه، اهم حاجه ان القصه نفسها هي حلوه اللي ورا الفيلم. ولو انت من الناس اللي بتهتم بالمحتوى ده يا ريت تعمل لايك واشترك في القناه وتفعل زر الجرس لو انت اول مره تشوف القناه، وتكتب لي في التعليقات المواضيع اللي انت عايزنا نتكلم عنها. وبس كده، اتس شو تايم. سنه 1997 بيجينا المخرج العبقري جيمس كاميرون بالتحفه بتاعته تايتانيك، في مشهد قوي مليان بالممثلين. ده يعتبر واحد من اكتر المشاهد في تاريخ هوليوود اللي اجتمع فيه ممثلين وناس كده في مكان واحد وكانوا بياكلوا حساء عادي. لبعض التقارير اللي جت من بعض المصادر في هوليوود ان اغلب الكرو او طاقم التصوير اللي كان موجود هناك جاله جرعه زياده في البي سي بي، ما عدا ليوناردو دي كابريو وكيت وينسلت لان هم كانوا في مشهد تاني. تم تكديس كل الناس بقى اللي كانت في المشهد ده وحطوهم كده في عربيات نقل وشحنوهم على الطوارئ في المستشفيات وكده. المهم بقى قعدوا طول الليل تربيع وقرف وحاجه يعني زباله خالص، وليله كامله يعتبر قضوها في المستشفى. فجيمس كاميرون لما عرف ان ده حصل وهو ما حصلوش حاجه لانه كده كده المخرج فما اشتركش في المشهد، فراح قام اجبر نفسه ان هو يتعب زيهم، وانا مش عايز افسر كل ده علشان يجنب نفسه من ان هو يتساءل قانونيا ايه الهبل اللي حصل ده. المهم فضلوا يحققوا بقى ويحاولوا كده يعني بطريقه خنفشاريه يعرفوا مين اللي حط الزفت البودره البي سي بي او الشيء اللي هو ده في الاكل، مين، ولحد دلوقتي ما عرفوش ومحدش يعرف ايه اللي حصل فعلا وليه الشيء ده اتحط في الاكل ومين اللي حطه وكده. فدي كانت قصه في السبعينات، وغالبا سنه 71 بيجي لنا فيلم ذا اكسورسيست، الفيلم اللي بيصنف ان هو احسن فيلم رعب في التاريخ والاكثر ارعابا وبشاعه في التاريخ. مشهد المناسك الاخيره اللي كان فيه الكاهن بيحاول يطلع الشيء الجن او العفريت او ايا يكن اللي كان على البنت اناليس ميشيل، غالبا كان المخرج عايز يطلع منه كده اداء معين، كان عايز يطلع منه مشاعر معينه في الاداء في الفيلم بتاعه. فراح الكاهن او الممثل ده ما كانش عارف ان هو يؤدي الاداء اللي المخرج عايزه بالظبط. فالمهم ان المخرج اتجه لاسلوب عنيف شويه، زباله شويه، متطرف شويتين. المهم ان هو خلى القص بيعمل كده او الكاهن ده وراح يعني فرد ايده كده وبعزم عندك يا مؤمن ونزل على وشه قلم حقيقي. بعد الصفعه دي الكاهن تقولش بيجي بالمازوخيه، اداء جاحد، يعني حاجه كده عظمه طلعت منه فعلا. You plunge from the heights of heaven to the depths of hell. Fuck him! Be gone! Fuck him, Garrus! From this creature of God! بسبب كميه العصبيه والتخلف اللي حصل له بسبب الكف ده، فطلعهم على البنت اللي كانت قدامه. طاقم العمل بتاع الفيلم علقوا كده بتعليق خفيف، قالوا ان المخرج كان عنده اساليب غبيه بصراحه ومتطرفه، لكنه عمل فيلم رائع يا حلاوه. نخش في الفيلم اللي بعده، ترمينيتور سيلفيشن. كريستيان بيل، وده واحد من اكتر الممثلين اللي انا بحبهم، بل لما بدات اتفرج على سينما واخد الموضوع بجد شويه كان كريستيان بيل واحد من اكتر الممثلين اللي انا اتفرجت عليهم، بل اني في ليله واحده اتفرجت له على 4 أفلام متتاليين، وكان على تليفون ساعتها كمان، تليفون لافا، كان مرض. مع ذلك انا كنت بحب كريستيان بيل، كان بيقنعك انك لازم تكمل الفيلم حتى لو الفيلم نفسه مش قد كده، حتى لو الفيلم ده ترمينيتور سيلفيشن ده اللي اساسا غالبا ما حدش شافه غيري. المهم اللي معروف عن كريستيان بيل ان هو واحد من اكتر الناس اللي ما حدش بيحب يشتغل معاه بسبب عصبيته والمثاليه الزايده اللي بيبقى عايز يطلعها في الفيلم بتاعه. في لقطه في الفيلم ده مدير التصوير خربها عليه وبوظها عليه خالص. فالمهم ان في تسجيل متسرب وهو بيسب ويشتم ويلعن في مدير التصوير لان هو بوظ اللقطه دي في الفيلم. وقتها بعد ما الفيلم انتهى كده طلع كريستيان بيل واعتذر ناس محترمين وقال انا كنت الشرير في القصه دي وانا ما عنديش اعذار للشيء ده، يعني من الاخر بيقول ان هو نموذج حقيقي. بس كده يعني الفيديو بتاعنا بينتهي. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتكتب لي في التعليقات اي مواضيع عايزنا نتكلم عنها. لو انت حابب المحتوى ده زي ما قلت لك اشترك في القناه وما تنساش في فيديوهات كتير ان شاء الله قريبه. وبس كده in the end of the show وسلام.